اسمعوا هذا الفيديو وبعدين برجع لكم. استمعوا لهذا الفيديو حق مصعب وبعدين برجع لكم بالكلام. تعرفوا ايش افضل شيء في الحياة؟ ان الله خلقنا مو يمني. الحمد لله ان الله خلقنا تركي. الحمد لله اننا طلعت تركي مو يمني، وهذا افضل شيء في الحياة. الحمد لله يا رب. تخيلوا كنت خلقت يمني. والحمد لله اننا تركي وعايش بهولندا. تخيل اننا يمني. وع يا ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أخ مصعب أنا أقول لك إن لا يشرفنا نحن كيمنيين يعني إنك تكون واحد من أهل اليمن. اليمن وأهلها ورجالها وشبابها لا يشرفنا أن تكون أنت يمني. كما تعرف إن اليمن إيمان والحكمة، وكما تعرف إن كل أصول العرب تنتمي إلى اليمن، وكما تعرف إن قارة إفريقيا سميت إفريقيا باسم الرجل الإفريقي اليمني. ومن أمثالك نحن لا يشرفنا أنك تكون يمني، حتى تكون يهودي أو كلب أو يهود من يهود اليمن أو كلب من كلاب اليمن، لا يشرفنا. نحن ناس عزنا الله بالإسلام، نحن قوما عزنا الله بالإسلام، ولا يشرفنا أنك تكون جزء من أهل اليمن. أهل اليمن رجال شرفاء، رجال شجعان، لا يشرفنا أنك تكون من اليمن أنت. حتى الكلب من اليمن لا يشرفنا أنك تكون. الكلب اليمن أطهر منك، وإذا حصلناك باليمن ستحصل ما لا يرضيك. اليمن بلاد العز والشهامة والكرم، بلاد الشجاعة، بلاد الذي تفتخر بها كل العرب. أما أنت حثالة في تركيا وهولندا وأوروبا، أنت حثالة اليمن في تركيا وهولندا وأوروبا. وهذه رسالتي لك، وأنصحك أنك لا تذكر اليمن مرة ثانية على لسانك. وضحكتك كضحك الأنثى، كضحك البنات. ايش من خبر هذا معك؟ اليمن لا يشرف أنك تكون من اليمن. تحياتي لك.